بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا رب تجرني من النار وعذاب النار واكتبني مع الأبرار والشاهدين يا رب العالمين. يا رب اصلح حالكم يا رب، وتجعلنا من الشهداء وتجعلنا من الأبرار. النهارده بقى هعمل لكم يا حبايبي بسارية. انتوا عايزينها مشوية ولا مقلية؟ مش عارفة، بس احنا بنحبها مقلية. انا بحبها مشويه وولاد ابني بيحبوها مقليه. فانا هعمل الطمه اهو، وهقوم اعمل البساريه واعمل رز صياديه. ويا ام فارس تقومي تنقلي الرز اهي. ويا فارس بقى انا هعمل بساريه انا واعمل الرز، ونعمل كل واحد يعمل مصلحه. انا هعمل الرز واعمل البساريه وانتوا تقوموا تروقي السلم دي ياما وسيقين عشان خاطر ولاد. ماشي ماشي يا حبيبتي. ربنا يفتح حال المسلمين كلها ويحسن ما بين ايدك يا بنت يا رب، انتوا كل مسلم يا رب، ويصلح حال المسلمين كلها يا رب، ولادنا بالجمله، ويحسن المسلمين كلهم ويخلي المسلمين كلهم، وينصر فلسطين يا رب، وينصرهم على من يعاديهم يا رب، وينصرهم ويجعلهم من الشهداء ويتقبل شهدائهم يا رب، وينصرهم. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنحط الوقت بنحب الطم كتير للسمك، بس انا هحط شويه للرز. هحط شويه للرز الصياديه، هحط شويه للرز، وده الملح. البسارية والسمك بالذات، والسمك بقعد اقول لها لما تيجي تحدقي السمك المشوي، يعني سبحان الله يا ستات يا صباي، انا بحب السمك بالشطه بتاعتنا الفلاح الحمراء. سبحان الله، انا ما كانش السمك متحدق بالشطه الحمراء اقول لها حطي لي شطه حمراء في السمك. لا ياما اقول لها كده، انا بحب الشطه الحمراء في السمك من طول عمري كده. لا كنا بنحط فلفل ولا كنا بنحط حاجات من دي، الشطه الحمراء والطم وبس والملح، والسمك كان بيبقى زي الفل. انما الوقت بيحطوا جميع الملل في الحلو، ويحطوا طماطم وبيحطوا كل حاجه بيحطوها في الحلو بتاع السمك. الوقت ما كنتش بحب الا بالشط، واقول له مرات ابني الوقت بالله عليك يما تعملي لي السمك بالشطه الحمراء، حطي لي شطه حمراء. يما هو حراق اقول لها برضه حطي شطه حمراء من بتاعتنا الفلاحي. بس البسارية دي بقى ما بيكون حراقة بجد بجد بتبقى حلوة. مرات ابني بتعملها جميلة جميلة جميلة، تاكليه اكنك بتاكلها في المطاعم بجد والله ما بكذب عليكي، بتعملها حلوة قوي البسارية دي. يعني في مرة اختي كانت معايا هنا، كنت انا صايمة ومرات ابني عاملة بسارية، وقامت روحي قامت واكلة معايا، قامت قايلة لي قولي لي بقى مرات ابنك عاملة اكل بسارية. انا في حياتي اللي عشته ما شفت بسارية زي بتاع مرات ابنك دي. اي والله ما بكذب عليكم. قلت لها سبحان الله. حتى مرات ابني الكبير في مره برضه دخلت واحنا حاطين الاكل وبناكل بسارية، برضه تقول لها انت عامله اكل بسارية دي يا ام فارس؟ انت عامله فيها. مرات ابني الكبير دي اميره قوي، اميره ومحترمه وبنت اصول بجد. مرات ابني الكبيره دي ولا في الدنيا اللي عايشه معايا دي اميره ومحترمه وبنت ناس برضه، وابوها راجل محترم وامها ست محترمه. ومرات ابني الكبير دي ست اصيله. يا اما تيجي تخطبي لابنك والله انا بكلمك جد يا حبايبي، يا اللي من دورك واللي اصغر منك، ان انتوا تيجوا تخطبوا لابنكم تخطبوا الست الاصيله حتى لو فقيره. الفقر مش عيب، عمر الفقر ما هو عيب ابدا. تخطبوا لبنت الناس الاصلي اللي امها ست محترمه، اللي ابوها راجل محترم. تعرفي حتى لو العيله غلطت ترد عليا، صح يا حبايبي؟ الرك على الاصل. ماشي يا حبايب قلبي؟ انا هعصر الليمون اهو يا حبايبي اهو، عشان مرات ابني بتعملوا كده بتحصرها. الله يصلح حالك، بتحصر الليمون كده. هي كل حاجه بتدخل لنا فيها ليمون، اي حاجه بتدخل لنا فيها ليمون.
الليمون هو السمك، هو الليمون. والله هي كانت النهارده بتطبخ، هتجيب فرخه وتعمل فرخه، قلت لها لا انا عايزين ناكل بساري كانت دايره. قلت لها هات لنا بساري يا ياما. الله يصلح حالها ويخلي لها عيالها يا رب ويهديهم لها يا رب. يا رب هي وبنت وبنات شوف بقطع قشر الليمون برضه انا شايفاها بتعمل كده. وانا برضه كنت بعمل زمان، برضه كنت ما بطبخ برضه بعمل كده يا حبايبي. انا لحد دلوقتي بقول لك ولادي بيحبوا طبيخي، يقولوا اطبخوا لنا ياما، بس انا ولادي بقى اللي مقصره فيا. شطه، كمون، ملح اهو. انا حاطه ملح كمان في الدق. اقوم بقى اغسل البسارية واعملها بقى يا حبايب قلبي. ربنا يغسل ما بين ايديكم يا رب يا رب. اهو انا خلصت الحدوق، جايبه البسارية الوقت اهو ب 30 جنيه اهي، كانت دايري جبتها ب 30 جنيه اهو. انا اللي عايزه اكل بسارية، ربنا يستر بقى ولاد ابني هيفضحوني، بس انا اللي عايزه اكل، انا اللي عايزه اكلها يا جماعه. انا بحب السمك. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. صلوا على النبي في كل حاجه يا بنات يا ستات، ربنا يصلح حالكم في كل حاجه، في عيالكم وفي رجالتكم وفي كل حاجه، كل حاجه تبقى حلوه في ايديكم. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. ويا ستات يا كبار صلوا على النبي وتعلموا ولادكم على الصلاه على النبي على طول. يعني ولاد ابني بيقعدوا جنب مني واقول عليه الصلاه، اقول اللهم صل على سيدنا محمد، يقولوا اللهم صل على سيدنا محمد. ولاد ابني بيقعدوا جنبي بياخدوا مني الكلام، يقول عليه الصلاه والسلام. تغسلوا السمك حيل، تاكلوه حيل، تاكلوه بنظافه. انا عمري في حياتي يا جماعه يا ستات يا كبار يا صغيرين ما غسلت السمك الا بالصابون الاسمر الاول وارجع اغسله بالدقيق. يكون عندكم علم، ومعوده نسوان ولادي على كده، ومعوده بنت تغسلي السمك وجربي السمك تغسليه بالصابون الاسمر الاول، وان كان عندك تصفيه رز تقومي حاطه عليه في الاخر تصفيه رز وشويه دقيق. المشوي كمان مش المقلي بس ياما، والله اني بعمل كده يا جماعه، انا بعمل كده على طول. مش انني بصور لكم وبقول لكم لا، انا بغسل السمك بالصابون وبالدقيق. شويه دقيق يا روضه شويه دقيق. كنتات اهو قبل الدقيق اهو، ما تقوليش على الدقيق حاجه، ما تقوليش بعد الدقيق حاجه، لا بعد الدقيق حاجه لا. بس هي كمنها بسارية انا مش عايزه ازيد واعجن فيها برضه عشان ما تتهرش يا حبايبي. مش عارفه يعني، مش عايزه ازيد واعجن فيه. وهحصل عليها ليمون بقى قبل ما احطها في الدقيق اهو. شوفوا يا حبايبي، انا ممكن بقى بعد السمك التاني بقى بنقعه شويه بالدقيق المشوي ولا المقلي اهو يا حبايبي. ودي يا حبايبي ما تقوليش ده هي شامبو، ده ديت بتاع بريل بريل بدل ما يتهدر اهو، بريل بس اللي بنغسل بالمواعين. البسارية هي صباي غسلتها ونضفتها هي ما شاء الله من ورا الكاميرا كمان، وغسلتها ونشفها اهو. وطلعت منوره يا حاج. الله يصلح حالك يا بنت، الله يصلح حالك. هطلع اعمل رز فوق ويهدي لك عيالك. لا هات الرز وانا اعمله هنا ياما. الرز كتير بس خلطي لي البصل. لا بس هاتيه ياما، هات الرز وانا اعمله هنا واعملي لي بس البصل عشان عيني ياما، واعملي لي البصل بس. هعمل لك الدقيق واعمل لك البصل. ماشي يا حبيبتي، ماشي يا حبيبتي، ماشي يا حبيبتي، يلا ماشي يا حبيبتي. المدخل ياما فتحت لك البصل اهو، الله يصلح وشرت لك حالك، طماطمين الله يصلح حالك. وفلفل وشبت. بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت الزيت اهو ياما، بس ما كترت الزيت برضه لان الزيت برضه ياما غلط. اما كترت الزيت لان الزيت غالي وهو غلط على كله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله.
الكهرباء جت. طب قلبي النور يا روضة. الله ينورها في وشك يا روضة. الله ينور في وشك. الله ربنا ينورها في وشكوا يا رب. يصلح حالكم يا حبايب قلبي. ما تنسوش يا حبايبي اللايك والاشتراك. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك عشان اعمل لكم اي حاجه انتوا عايزينها، واللي عايزه اي حاجه تقول لي عليه اي حاجه. الحاجه ام عبده تعمل لكم اللي انتوا عايزينه، اللي انتوا عايزينه قولوا لي عليها يما وانا اعمله. اي حاجه عايزه اي حاجه ان ربنا بيأذن مني الدعاء. اي واحده في اي حاجه عايزاهي تتصل عليا وتقول لي، وانا هبقى احط لكم رقم الخاص تتصل عليا وانا اقول لك، ولا تعمل لي اي حاجه على القناه وانا اقول لها رد عليها يما، واقول لها اي حاجه. انا بقى انا اوليه امنيه، لا بعرف اقرا ولا بعرف اكتب، انا مانيش خشيتش المدرسه. ماشي يا حبايب قلبي، ربنا يصلح حالكم ويرسم ما بين ايديكم ويسعدكم ويريح قلبكم. كمون، دي كمون على جنزبيل على قرفه، كمون ساده على جنزبيل على قرفه، ودي في شويه بهارات خلطين برضو كده، ودي 7 بهارات، ودي كركم كده يا حبايبي. ده ديل البساري اهو، يا وشويه مالح اهو يا حبايب قلبي، يا حبايب قلبي، يا نور عين، يا حبايب قلبي، يا متابعين الحاجه ام عبلطيه اهو اهو. خلصتي؟ مفرز. نعم. انت بتبقى تحطي اكشن ده بتاع البساريات. بسارية؟ قرمشه كده. عايزة تعملها ناشفة؟ ايوه عايزه اعملها ناشفه يوم. معلقتين نشا. معلقتين نشا؟ النشا بتخليها جميلة ما شاء الله عليها. طب هتطلعي بقى شويه نشا يوم. ماشي هجيب لك. ماشي يا حبيبتي. صوري يا لولو. يلا صوري يا روح، صوري البصله يا روح. بس يا حبايبي البصل تخليها ورد عشان الرز لو هي حرقتيه هتمر الرز. خليها ورد كده. على فكري ام فارس اللي معلماني العمايل دي برضه، انا هقول لك لا، ام فارس اللي معلماني. ما كنتش بعمل لاولادي الرز الصياديه دي بصراحه من زمان. انا كنت بعمل لهم رز احمر، الرز الاحمر مع السمك لازم يا رز الفلفل يا رز احمر، انما الرز الصياديه دي لا. ام فارس اللي عملته بجد تقولي ده انت بتاكلي رز احمر وجميل جميل جميل. فالنهارده قلت لها انا هعمل رز صياديه يوم. ماشي يا حبايب قلبي، ماشي يا حبيبي. التومه اهي، التومه اهي تمام. اهو حتى ده اهو طماطم مبشوره قدامكم اهو، والفلفل والكزبره قدامكم اهو يوم اهو. قطع البصل اهي. تستوي شويه بقى كده يا حبايبي في بعضها، وتقومي حاطه الرز بقى. شويه بهارات اهو، شويه بهارات اهي يا حبايبي اهو. ده كمون اهو، كمون اهو يا حبايبي، كمون. والتاني كان قايل مشك فلفل اسمر على حبهان على كمون برضه اهو. تستوي شويه بقى يا حبايبي وقوم حاطه النار. الله ينور عليك يا حاجه، يسعدك حالك يوم. ربنا يحسن ما بين ايديك يا رب. يا رب يهديك يوم. انا جبت لك النشا اهو. طيب يوم. بصي معلقتين 2 نشا. ماشي يا حبيبي. معلقتين 2 بالظبط اهو. ماشي يا حبيبي. طب ده كمان ماشي. رشه بيكنج باودر. ماشي. بس حاجه بسيطه يعني مش كتير. ماشي. خليها معاك مقرمشه برضو ايه، مش شاربه زيت خالص، يعني البيكنج باودر ما بيخليهاش شاربه زيت. ماشي يا حبيبي. هقلها لك بقى. لكن العصر ده انا بصلي 4 ركعات قبل اذان العصر. خلاص يلا هقلها لك انا اول ورشه حتى وابقى كملي. بقول لك انا بصلي 4 ركعات العصر هيد. لا لازم اصلي سنه الوضوء واصلي
اصلي بركات قبل ما العصر يجي. خلصت الرز؟ ايوه هحط الرز بقى. ايوه حطيت الزيت اهو. البتاع دي تتغسل بعد البتاع. شوفي البتاع تحت اهي. ها وانا اعطي لها واحده تقلي فيه. اللي يعمل حاجه يكمل كده تغسلها بقى. انا بحب الغسيل. انا ماشي، اتكل على غسيل حد. امشي ولا هتقلي؟ لا انا هحط شويه بسلين واعمل، لان انا عايزه اصلي يوم 4 ركعات العصر اهي. الكهرباء جاي. طب الساعه كام الوقت؟ الساعه لسه 10 دقايق على العصر. في الفراحل عشان ما فيش واحده تمسك في اختها. حط بقى في الطبق معاه على طول. شوفي اهو. ما فيش واحده تبقى ماسكه في اختها. هي بتعملها لنا بصراحه ام فارس. ما فيش بسريايه ماسكه في اختها خالص. كل الحلو متعلمه منك يا ام والله. لا والله الحلو كله. والله كل الحلو متعلمه منك. ربنا يصلح حالكم. ما بقتش كده الا بيها يا جماعه والله. ربنا يصلح حالكم يا بنت. ربنا يصلح حالكم. ربنا يصلح حالكم. كل واحده قبل ما تتجوز بتكون متعلمه عند اهلها، بس لما تتجوز بقى بتتعلم طبع بيت جوزها وطبخهم وكل حاجه عند دار جوزها. طبعا واحنا جوز الله يرحمه كان بيحب الاكل النظيف. الله يرحمه. الله يرحمه. يرحمنا جميعا يا رب، ويرحمنا ويغفر لنا ويطلعنا منها على خير ويكفينا شر طمع الدنيا. يا رب يكفينا شر لنا وعلاني. يا جماعه اقعدوا مع نفسكم وذاكروا مع نفسكم. محدش يجيب سيرة حد خالص. ويا اختي يا كبيرة يا زي حالاتي. العصر هيبدأ. العصر هيبدأ اليوم. لازم اصلي سنة الوضوء واستنظر الأذان. اصلي 4 ركعات من اللي علي قبل أذان العصر. ما تكتروش دقيق. ما تكتروش لهاش دقيق. ونفضها حلو عشان ما تبقاش واحدة من واحدة اهي. واحدة من واحدة. واحدة من واحدة هي يا حبايبي. ما فيهاش ولا حبايه دقيق. انا راح بقى اتوضى واصلي العصر. ده العصر هيبدا عشان ام فارس تكمل اليه يوم. يلا يا حبايبي العصر ده يا ام فارس. مش مشكله بقى، انت قلت هتساعديني النهارده على ما خلاص تسييق. العصر ده بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما الحاجه قالت لك كده لازم ننفضها بالدقيق الاول خالص، ما يكونش شايله اي دقيق عليها خالص علشان ما تبقاش معجنه. البسارية حساسه خالص، ما نقلبهاش غير ما نتاكد ان هي نشفت من تحت، يعني ما ينفعش وهي طريه اقلب واعمل فيها كده. خلاص شايفين نشفت ازاي؟ هوريها لكم دلوقتي بعد ما نحطها. يعني بجد والله معلقتين النشا بيخلوها ما شاء الله عليها. طبعا حماتي لسه ما عندهاش الا المعلقه بس. ان شاء الله يعني الناقص هجيبه لها في مطبخها، بس كمنها ما بتطبخش هنا يعني ما مش موجوده عندها كل حاجه يعني. بس هي مصممه ان انا اعمل عندها في المطبخ هنا. هي بصراحه يا جماعه مش عارفه اقول لكم ايه والله، هي مش بتعمل كده عشان تصوير بس. هي دي الحقيقه اللي احنا ظاهرين لكم، ده هو دي الحقيقه بتاعتنا. ان هي فعلا بتتمنى ان هي تعمل لي اي حاجه وتساعدني باي حاجه، مش تمثيل ولا اي حاجه خالص. دي حقيقه بجد يعني. ربنا يديها الصحه وطولة العمر يا رب. انا ما بجد والله ما لقيتش حد يقف جنبي زيها والله بجد حقيقه يعني. وهي بقى كل ده تقولي تعالى نصور هنا عندي في شقتي وكده، وعايزه بجد تساعدني بجد. فهي دلوقتي هربت من تحمير البسارية وانا هكمل انا بقى كده معاكم، لان هي اهم حاجه عندها الصلاه يعني. فهي تعمل اي حاجه، تسيب اي حاجه من ايديها بصراحه ما شاء الله عليها يعني، وتقوم تصلي. حتى لما ابنها توفى الله يرحمه، اول ما جالها الخبر على طول قامت اتوضت واستخيرت ربنا وصلت، وما شاء الله عليها يعني ما شاء الله عليها. ربنا يقوي ايمانها يا رب. صابره ومحتسبه ابنها عند ربنا، ربنا يصلحها لها يا رب ويديها الصح. شايفين ناشفه خالص اهي. انا دلوقتي طلعتها كده وهي حاطه على الدقيق كل حاجه ملوح بتاعها، بس لازم برضو ارش عليها ليمون كده اهو. ناشفه خالص اهي شايفين. طعمها ما شاء الله. شكل حماتي كده اللي كسبت يعني كده. ربنا يديها الصحه يا رب وتفضل طول عمرها كاسبه في حياتها يا رب. السلام عليكم. خلصت الصلاه اهو ما شاء الله. الله اكبر. الله اكبر. اللهم صل على النبي.
تسلم ايدك يا ام فارقي ولا من عندها يا ام، حلوه جميله. لسه بقى نجيب الشطه عشان تبقى حاره بقى. ما شاء الله، الله اكبر. خلاص يما اطلعي بقى اعملي السلطه وانا هكمل انا تحميصها. كملي يعني؟ ايوه يما يلا. بحسبك هربت منها يعني. لا يا شيخه انا وصليت بقى خلاص، اهم حاجه عندي الصلاه يلا. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله يما، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. اللهم زد وبارك يا رب، اللهم صل على اللي فضل منه النور. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل وزد وبارك يا رب وتخلوك الهاني. يا رب يخلوك في الهنا يا رب. يلا يما عشان ولادك جعانين. حط على السلطه؟ اعملي السلطه يما يلا. ماشي. يلا حبيبتي. اتفضلوا معانا يا جماعه بغدانا المتواضع، وما تنسوش تعملوا لنا لايك واشتراك. وغدانا هو وتفضلوا اني تعال كل الود ودي لكوت على الناس كلها يا حبايبي واقول لهم تعالوا اتغدوا معايا. اتفضلوا معانا يا حبايبي. غدانا متواضع ومن اللي في البيت. ربنا يكسر ما بين ايديكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.